هنعمل النهاردة مع بعض سفرة سهلة وسريعة جدا، وفي نفس الوقت كده تفتح النفس ومشبعة زي ما انت شايفة. يعني لو راجعة من الشغل متأخرة هتعملي أحلى فطار لأولادك. هنعمل فراخ تندوري مع بعض حلوة جدا، وكمان هنعمل خضار معاها. أنا أول مرة أجربها وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة. لذيذة جدا وطعمها كمان عجبت الأولاد جدا. يلا انا ويلا، ولو اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه، وابقي بقى شوفي وصفه النهارده القمر دي زي العسل. تعالوا بقى نشوف المكونات بسرعه. طعمها رهيب يا بنات وحلو جدا، اللي ما جربهاش يجربها على ضمانتي. زي ما انتوا شايفين الشكل بسم الله ما شاء الله زي العسل. اتمنى تشوفي الفيديوهات اللي بقدمها لك والوصفات، وتكوني بتستفادي من الفيديوهات، ومستنيه رايك في الكومنتات. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. والخضار بتاعنا زي ما انت شايفة كده، حاجة كده زي العسل وحلوة جدا ومختلفة تغيير، وفي نفس الوقت يعني عاملة سفرة حلوة. زي ما انتوا شايفين انا معايا كيس خلطة التوابل، زي ما انت شايفة اللي هو مكتوب عليه خلطة التوابل بتاع تندوري. انا اول مرة اجربها، ما عنديش توابل تندوري ولا عندي توابل اي حاجة عشان احطها معاه. فانا قلت هعمل الوصفة زي ما مكتوبة بالظبط. مكتوب ان انتي تحطي ربع كوباية من المية مع شوية من الزيت، معلقتين او 3 من الزيت، وتدوبي بقى كيس الخلطة بتاعك ده وتتبلي به الفرخة. وبعد كده لا تشويها على الجريل، لا تحطيها في الفرن، ولا تحطي معاها خضار، لا ما تحطيش. ده اللي كان مكتوب على الكيس. فانا المره دي هعملها زي ما مكتوب على الكيس بالظبط، وبعد كده بقى لما هجربها مرات تاني انا هزود عليها حاجات عشان تديني نكهه حلوه وطعم لذيذ. هي كان طعمها حلو جدا ونكهتها كانت حلوه وبسيطه، بس يعني محتاجه مثلا انا ولا حتى فلفل اسود، انا حتى ما حطتش فلفل اسود. زي ما انتوا شايفين دوبت كيس التوابل وتبلت به الفراخ بتاعتي. فتحت الفراخ مغسولة ومتصفية، وفتحت الفراخ وتبلت بيه الفراخ وسبتها مثلا في حدود ممكن نص ساعة. وقطعت شوية خضار زي ما انت شايفة تبلتها برضو بنفس التوابل بتاعة الفراخ بتاعتي. الخضار اللي موجود عندك انا قطعت كوسة، جزر، بصل، بطاطس زي ما انت شايفة، ورشيت رشة فلفل اسود على الخضار، ورشة زعتر، وشوية طبعا من التوابل اللي تبلت بيها الفراخ زي ما انت شايفة بالشكل ده. نقلب بقى كله كويس كده مع بعضه، وهحط الفراخ بتاعتي على الخضار. ممكن تعمليها من غير خضار زي ما قلتلك، وممكن بدل ما تحطيها في الفرن تشويها مثلا على الجريل. يعني لو هتعملي صدور ممكن تشويها، تستخدمي الجريل وعلى البوتاجاز، وهتكون سريعة جدا. حطيتها يا بنات في الصينية على الخضار، وقفلتها بورق الفويل، ودخلتها الفرن على الصاجة، يعني على أرضية الفرن، ولمدة مثلا تلت ساعة وهي متغطية. وبعدين بقى رحت كشفت ورقة الفويل وسبتها بقى يعني تستوي وتتشمع براحتها. نيجي بقى يا بنات هنعمل ايه. هنعمل رز مبهر. زي ما انت شايفة حطيت السمنة مع الزيت، وحطيت توابل حصى، ورق لوري، حبهان، قرفة، لومي، قرنفل، الحاجات دي. وزي ما انت شايفة حطيت الرز بتاعك. انا بغسل الرز البسمتي كويس جدا لحد ما المية بتاعته تبقى شفافة، وبعدين بستخدمه على طول. وحطيت توابل بودر اللي هو ايه بقى، الكركم والكاري، ولو عندك توابل كبسة حطي منها معلقة. وهنحط بقى الزوادة بتاعتنا عادي خالص، وبس على كده، ويغلي لحد ما يتشرب. تروحي تهد عليه النار لحد ما يستوي. هنعمل ايه يا بنات جنبها؟ هعمل سلطة زبادي. انا الصراحة معرفتش اعمل ايه جنبها، فهعمل سلطة زبادي. زي ما انت شايفة حسيت سلطة الزبادي هي اللي هتكون اكتر حاجة لايقة على الوصفة بتاعتي. بشرت الخيار، وخطوة اساسية لازم تصفيه، وحطيت عليه الزبادي وملح وفلفل وبس. وتقدري تحطي فص توم صغير، بس انا ما حطيتش فص توم. ونيجي بقى يا بنات الفراخ بتاعتنا كانت استوت بعد تقريبا ممكن ساعة الا ربع كده. ورحت حطيت فيها فحماية بالشكل ده علشان بقى الاوراق بتاعتي والخضار بتاعي يكون مشوي وزي العسل.
هنقدمهم بقى زي ما انت شايفة، الرز وفوقيه الفراخ، ولو عندك بقى شوية مكسرات حمري شوية مكسرات وحطيه بقى على الرز وقدميه بالشكل القمر ده اللي يفتح النفس. اولادك هيحبوه جدا، وصفة سهلة وسريعة، وكمان طعمه مختلف شوية، والخضار كان طعمه حلو جدا. وكان عندي جلاش، سخنت كمان معاه جلاش. وبس دي كانت سفرة النهاردة، وجربي جربيها. مستنية رأيك في الكومنتات، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.